يوما عن رجل كان الناس يخافون من اسمه. رجلا كانت الأرض ترتجل تحت خطواته والسماء تتباهى به. رجلا لو سلك طريقا لسلك الشيطان طريقا آخرا. إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي بدأ حياته شديدا على الإسلام، ثم صار أحد أعمدته الراسخة. كان من سادة قريش، قوي البنية، فصيح اللسان، لا يخشى في الله لومة لائم. وفي يوم خرج غاضبا يحمل سيفه يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القدر كان يخبئ له طريقا آخر. حين علم بإسلام أخته فاطمة، دخل عليها غاضبا فضربها حتى سالت الدماء من وجهها، لكنها قالت بثبات: نعم، أسلمنا يا عمر، فافعل ما شئت. حينها وقع بصره على صفحات من القرآن، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. حينها بكى عمر وقال: دلوني على النبي. وما أن وصل إلى دار الأرقم حتى قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ومن تلك اللحظة تغير كل شيء. دخل الإسلام مرحلة القوة، وصار عمرا درعا للمسلمين. وفي خلافته اتسعت الدولة الإسلامية من الشرق إلى الغرب، وأقيم العدل حتى قالوا: عدلت فنمت يا عمر. لم يكن عمرا مجرد رجلا، كان أمة وحده. ومن ظلام الجاهلية إلى نور الخلافة، ظل اسمه يروى في التاريخ كرمز للقوة والإيمان. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك.